سبحان الله يا جماعة، مشهد رهيب. سبحان الله، الراجل معدي بالسيارة، سبحان الله، طير قبله ما تعرفش طلع منين عشان يوقفه، لأنه كان شوفه كان هيخبط وهينزل في الحفرة ديت وكان هيموت. سبحان الله، مكتوب له إن هو يعيش. يبقى انت لو الدنيا كلها اجتمعت ان هم يضروك، والله ما يقدروا يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. وان اجتمعوا على ان ينفعوك في شيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. فحدش يقدر ينفعك ولا حد يقدر يضرك طول ما ربنا كاتب لك، قسما بالله العلي العظيم. واللي انا عايز اقوله يا جماعه ان سبحان الله والله العظيم عمرك مكتوب، وانت عندك 120 يوم في بطن امك مكتوب لك هتموت امتى. اي والله مكتوب لك هتموت في اللحظه الفلانيه، وانت عندك 63 سنه، عندك 60 سنه و20 دقيقه وثانيه واحده، كل ده مكتوب. اي والله مكتوب لك، فما تقلقش ما تقلقش. والله ما تقلقش. سبحان الله، اللحظه والدقيقه اللي انت هتموت فيها سبحان الله، قال الله عز وجل: اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بس اللي أنا عايز أقوله، لما يجيلك الموت بقى تكون مستعد لهذه اللحظة. ما تقولش قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.